السلام عليكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اللارافيل كاش ودخلنا في العمليات الأساسية لأي كاش، زي الجيت والبوت والاد والريميمبر ريميمبر فور ايفر وهكذا. اتكلمنا عن أغلب البيزكس بتاعت الكاش. النهاردة هنتكلم عن مفهوم حلو ممتاز جدا بالنسبة لنا، هو الأوتوميك لوك، هو اللي علاقة بالكاش، والبيسمستيك لوكينج، وده ليه علاقة بالداتابيز بشكل كبير. خلينا الأول نبدأ مع الأوتوميك لوك ونشوف كمثال سريع بالنسبة لنا. فكرة الأوتوميك لوك هو بينقذنا من مشكلة الريس كونديشنز اللي هي بتحصل إنه لو عندي عمليتين في نفس الوقت عايزين يكتبوا على ريكورد معين في الداتابيس، هما الاتنين بيخشوا في نفس الوقت، فهنا ممكن تحصل مشكلة. المهم اللي بيخلص العملية الأول هو اللي بيكتب، فطبعا هنا بتحصل المشكلة. فالحل بالنسبة لنا إن احنا نعطل اللي يدخل الأول، اللي يستحوذ على الريكورد الأول في الداتابيس هو اللي هيعمل الأوبريشن بتاعته، ونعطل التاني لحد ما الأولاني يخلص. طب خلينا ناخد مثال واقعي، انه لو عندنا سيستم حجز مواعيد، وليكن للحجز مواعيد طيران، فندق، اتوبيسات، او عند دكتور. فندي مثال انه في خلينا في الدكتور اكتر. خلينا مريض دخل يحجز صلت عند الدكتور ميعاد من يوم مثلا يوم الحد 3 أغسطس من الساعة 5 ل6. مفترض الحجز ده ما يحصلش الاثنين على اليوم، الاثنين مرضى يحجزوا نفس الميعاد. فبالتالي انه اليوزر الاولاني هيخش على السيستم، هيختار السولت، هيلاقيها افاليبل معاه، وهينتقل للمرحلة التانية اللي هي مثلا هيملي بالنسبة له، هيملى فورم معينة. الفورم ديت هتاخد وقت عبال ما يملاها. في نفس الوقت وهو بيملى الفورم، في يوزر تاني هيشوف نفس الدكتور وهيحب وهيلاقي نفس السولت افاليبل، لان التاني ما اكدش الحجز او ما خلصش فورم الحجز لسه. فبالتالي الاتنين هيحجزوا نفس الميعاد في نفس اليوم مع نفس الدكتور، وهنا هيحصل فكرة الدوبليكيشن. اللي هيخلص الأول بالنسبة لنا في الحالة الطبيعية، اللي هيخلص الأول هو اللي نحجز له الميعاد، والتاني هيحصل ايرور في الداتابيز. او ممكن بعض الانظمه تلاقيه بيحجز الميعادين للاثنين مرضى، وهنا تبقى هنا مشكله تانية. ف الاوتوميك لوك بتحل عندنا المشكله دي. الحل ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا بلوك شيء معين في الكاش، فاريبل معين او كي معين بلوك عليه في الكاش. وليكن انا هعرف الميعاد بتاع الدكتور احمد مثلا يوم 3 اغسطس من 5 ل 6، بديله كي ثابت معايا في الكاش، وبعمل لوك. مجرد ما اليوزر الاولاني بيخش وانتقل الصفحه الثانيه عندي، بديله لوك، واللوك ده بديله وقت معين. بمنع اي يوزر يجي يخش هيكتب على الريكورد ده، بيبتدي ان احنا نمنعه لحد ما يحصل ريليز او يحصل تايم اوت لاحمد. وليكن ممكن يديله 5 دقائق فرصه قدامه انه يحجز. لو ما حجزتي اللوج بتاعه يتفك ونقول له الحجز بتاعك ملغي. ودي بنشوفها كتير في شركات الطيران واحنا بنحجز، بيديك اللوك للحجز بتاعك اثناء انك انت بتحجز سيت معين على طياره، يديك لوك على الكورس اللي انت محدده، وبيمنع اي حد يحجز السيت ده لحد ما تخلص انت الحجز بتاعك، او خلال 30 دقيقه بيريليز اللوك ده عشان بقيه الناس تقدر تحجزه عادي تاني جدا تاني لو انت ما خلصتش الحجز بتاعك. فخلينا ناخد هنا مثال. هو المثال عندنا هنا احنا صممنا مثال بسيط، ان احنا عندنا برودكت معين، والبرودكت ده ليه ستوك معين. ولو رحنا للداتابيز هنلاقي عندنا الستوك وليكن للايباد برو هو واحد بس. فخلينا نقول انه عندنا دلوقتي اي كوميرس ويب سايت، وهو متاح الايباد ايتم واحد بس. فهيجي يحط اليوزر الاولاني هيحطه في الشوبينج كارت بتاعته، في الكارت بتاعته. هو هيجي هيبروسيد الاوردر بتاعه قبل ما يدفع وقبل ما يدخل بقى العنوان بتاعه، عشان نقدر نقول بروسيد للاوردر ونكونفيرم الاوردر بتاعنا. ممكن يوزر تاني يخش في نفس الوقت ويجي يعمل يحط الايتم بتاعه في الكارت بتاعته، وبالتالي يجي هيبروسيد الاوردر. بالتالي انا عندي ايتم واحد، اتنين هيشتروه في نفس الوقت، هبيعه للاتنين، وفي للأسف هيبقى عندي واحد بس. هنا هتبقى المشكلة. فهنحله ازاي بالاوتوميك لوك معانا؟ زي ما احنا شايفين ان الايباد برو هو متاح في الستوك عندي واحد بس. تمام. فخلينا نقول
بغض النظر عن الاف الاولى، يعني الاف الاولى لو الكوانتيتي عندي بتسمح انه اكتر من واحد، يعني عندي 2 فيما فوق، بالتالي انا مش هعمل عليه لوك، انا هبروسيد الاوردر على طول من غير ما اعمل لوك. طب لو هو اخر كوانتيتي واللي طالب مثلا لو عندي 2 واللي هيطلب الكوانتيتي بتاعه 2، بالتالي انا لازم اعمل لوك للاثنين دول، محدش يخش تاني يحجزهم في نفس الوقت. فدي فكره الاف الاولى. هنا بنبتدي في الاوتوماتيك لوك عندنا، بنكريت ايتم في الكاش، بنلوك الايتم ده لمده 300 ثانيه، اللي هي تقريبا 5 دقائق. تمام. لو انا ما قدرتش، بنيجي نقول اللوك جيت. لو انا ما قدرتش استحوذ على اللوك ده، خلي بالنا هنا الكي عندي باسم البارشيز اندرسكور برودكت والاي دي بتاع البرودكت، بالتالي هو البرودكت ليه كي واحد في الكاش، اللي هي في الغالب انا هنا مستخدم الريدس معايا، وهي متاحه تقريبا في اغلب انواع درايفرز الكاش بتاعت اللارافيل. فهنا في السطر ده انا بحاول استحوذ على اللوك، ان انا بتاكد معنى اصح ان ما فيش حد عامل لوك على البرودكت ده. في حاله انه في حد عامل لوك، هنرجع ايرور نقول له المنتج قيد المعالجه حاليا، نرجو المحاوله لاحقا، او فيما معناه ان المنتج ده ان هو ده اخر قطعه عندي. تمام. وفي حد تاني بيشتريه، لو هو مخلص الشراء بتاعه ممكن تجربه لاحقا. طب لو هو خلص فهو يبقى اوت اوف ستوك عندي. فهنا خلاص لو هو ان انا ما قدرتش استحوذ على اللوك، فانا بطلع الاكسبشن ده. قدرت استحوذ، هكمل الكود عادي واخش في تراي كاتش او تراي فاينالي. تراي فاينالي هي زي تراي كاتش، احنا تراي كاتش عندنا تراي كاتش وفاينالي. التراي البلوك اللي ما بين التراي والكاتش، التراي هو بينفذ الكود. طب لو حصل اكسبشن هينزل في الكاتش. طيب لو التراي خلصت الكود بشكل صحيح، هي بتخش في الفاينالي. طيب اللي بيحصل ان انا بروسيد البرشيز برودكت بتاعي بالداتا والبرودكت اللي جاي لي. تمام. وبعد ما يخلص الكود هريليز اللوج ده. تمام. هنا بقى في الحاله الثانيه ان هو اصلا مش محتاج ان انا اعمله لوك، فظهرته هنا على طول. فبغض النظر خلينا نشوف الكود بتاع البرشيز لوك. طبعا عمليه في الدي بي ترانزاكشن عادي جدا، وبتاكد ان الكوانتيتي برضه لسه موجوده معايا، وعنده في الستوك كوانتيتي، وكريت الاوردر عادي جدا. انا هنا كاتب سليب في الاخر، طبعا بعد ما خلصت وعملت ديكريس كمان للستوك عندي بالكميه اللي اتباعت. بعمل سليب عشان انا عايزين نجرب مع بعض الاوتوميك لوك، فانا هعمل سليب ان الكود هيتاخر 10 ثواني عشان يديني فرصه ان انا الحق واعمل اوردر تاني قبل ما الاوردر ده يخلص معانا. بحاكي عمليه البطء في تنفيذ الكويري بمعنى اصح. تمام. سريعا نخش على الاكزامبل بتاعنا. زي ما قلت احنا عندنا البرودكت رقم 4 والكوانتيتي 1. فهخش هنا، انا منفذ راوت عندي اللي هو الاوتوميك برشيز. البرشيز برودكت اي دي بتاعنا 4، كوانتيتي 1. هنا كنت عامل تجربة قبل ما نطلع على طول نتأكد ان الكود شغال. تمام. وفي نفس الوقت عندي هنا في البراوزر تاني، هروح على نفس برودكت اي دي واختار هنا تمت الشراء، كانت هنا هناك فشلت. هنشتغل العكس، هنعمل بس هنا نبص الاول في الداتابيز على جدول الاوردر عشان نتاكد ان الاوردرين ما نزلوش مع بعض. هنا كان عندي واحد نزل، اوكي هشيله، اتاكد ان هو فاضي عشان ما يحصلش عندي، مش ما يحصلش ان احنا نتاكد من نفسنا ان هو الاوردر نزل مره واحده ما نزلش مرتين. هرجع تاني للبرودكت، هتاكد ان الكوانتيتي 1 زي ما هو، اللي هو لا ده هو 0. طب كويس ان شفنا قبل ما نعدل. تمام. هو تقريبا التجربة اللي فاتت ما عدلتش، فخلينا نقول ايباد 4 هو 1 بس. تمام. هنرجع تاني هنا سريعا للكود، هنعمل ريفرش، وقبل ما الوقت يعدي هعمل ريفرش. هنا اول ما عملت ريفرش جالي الايرور، هناك لسه شغال، لسه لود 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 لود. خلص قال لي تمت عملية الشراء بنجاح. لكن هنا كان رد عليا سريعا، هنبص الرد بتاعه انه حدث خطأ اثناء عملية الشراء، منتج قيد المعالجة حاليا، نرجو المحاولة لاحقا، اللي هو الاكسبشن بتاع انه انا ما قدرتش اخد اللوك في العملية الثانية. تمام. فاللي حصل ايه؟ انه قبل الاوردر الاولاني اللي دخله، قعد 20 ثانية منتظرني عشان اقدر احاكي العملية سريعا. الكود فين؟ طبعا هو واقف هنا لمده 10 ثواني مش 20 ثانيه عشان اقدر احاكي العمليه انه في اوردرين داخلين في نفس الوقت. تمام. ونروح للداتابيز. هنا هنعمل براوز للداتا، هنلاقي الستوك كوانتيتي التابلت نزل، وهنروح للاوردرز. مفترض انا عملت 2 ريكوست، نزل واحد بس اللي هو نجح معايا.
ده سريعا الاوتوميك لوك. خلينا نبص على حاجه كمان في الدوكيومنتيشن، اللي هو المانيوال لوك اكروس بروسيسز. طيب خلينا نقول اللي احنا جربناه دلوقتي هو كان على مستوى بروسيس واحد بس ماشيه، هي عملت اللوك. طيب في حاله ان انا استحوذت على اللوك، خلاص خدت الكود بتاعي استحوذ على اللوك، بس انا محتاج افاير جوب، والجوب دي تستحوذ هي كمان على اللوك. فطبعا دي بقت بروسيس ودي بروسيس، وممكن دي تبقى سيرفر دي سيرفر تاني. ففي اللارافيل راعت الحته دي ان احنا بنقدر بعد ما بنجيت اللوك زي ما شفنا من الكود من شويه، وهندسباتش جوب نفس الوضع، ممكن امرر لها متغير اسمه اللوك الاونر. تمام، وطبعا هتبقى في الكونستراكشن هناك. تمام، وبعدها واحنا جوه الجوب نفسها هنريستور اللوك ده بنفس الاسم. هنا خلينا نقول هو كاريت اللوك هنا بنفس الاسم لمده 120 ثانيه. البروسيسنج هنا برضه نفس الاسم، وقال له خلي بالك ده الاونر ده في الغالب بيبقى زي الهاشه او كود صغير بيعرف انه انت عامل لوك لديت، وده الباسورد بتاع اللوك. ففك لي اللوك واديني ان انا هنفذ عليه العمليات اللي هي بقى ساعتها تبقى برضو جيت او بلوك. نسينا نتكلم عن البلوك. عندي اسلوبين في اللوك، ان انا يا الا هجيب الجيت، اوكي، يا الا هقول له لا بلوك اللوك كده لمده 5 دقائق وبعد كده هنريليز في الاخر. هي البلوك هنا انا بقى الجيت بتديني ان انا باخد اللوك بالفعل وبعمل البروسيس بتاعتي، وفي الاخر بريليز. هنا البلوك لا، بيقول له انتظر 5 ثواني ولو ما جبتش اللوك هتعمل ريليز. تمام، فهنا الفرق بين اللوك والجيت والبلوك. وخلينا نقول ان الجيت والبلوك بيقدروا ياخدوا كلوجر فانكشن عادي جدا تنفذ فيها، وهي اوتوماتيك هتريليز، مش محتاج تقول له ريليز. والبلوك كذلك تاخد كلوجر فانكشن. نرجع تاني ان احنا ازاي نمرر الاونر ما بين المين بروسيس والجوب كيو نفسها. بعد ما نمرر الكونستراكتور زي ما قلنا ان احنا هنعمل ريسيت للوك، وبالتالي انا اقدر هستحوذ على الفانكشن دي او البروسيس دي، نقدر اكمل في الداتابيز عليها من غير ما حد ياكسس عليها، لانه انا قلت له ده الباسورد بتاع اللوك فاديني اللوك بتاعي. وبناء عليه بعد ما اخلص بعد ما اعمل جيت بقى او بلوك ممكن اعمل ريليس في الاخر، او هنفذ نفس الاساليب التانية اللي فوق اللي احنا شفناها في الجيت والبلوك. في برضو عندنا فانكشن اخيره اللي هي الفورس للريليز، ان هو بتفرض عليه ان هو اعمل ريليز للوج ده حالا، وخلي اي فانكشن تانية او اي بروسيس تانية داخله عايزه تنفذ العمليه دي تسمح عليه على طول. ده فيما يخص الاوتوميك لوك وهو على مستوى الكاش. لارافيل بتسبورت حاجه تانية هي اسمها البسمستيك لوكينج، وهي بتبقى على مستوى الداتابيز، وتحديدا على مستوى الداتابيز من نوع خلينا نقول في المي سي كيو ال على مستوى الان او دي بي، مش الانواع التانية. تمام، فخلينا نقول هي ايه البسمستيك لوك عبارة عن ايه. انا لو حابب اعمل ابديت على رو معين، فلو في 2 بروسيس داخله تعدل على الرو ده في الداتابيز، انت بالشيرد لوك، بالفانكشن اسمها شيرد لوك او اللوك فور ابديت، بتقدر اول بروسيس بتوصل للرو ده تمنع اي حد يعمل ابديت لحد ما احنا نكوميت التعديلات. ولازم تستخدم الكود بتاعك في دي بي ترانزاكشن. تمام، مثال سريع، احنا مش هنكسكيوت المثال بس خلينا نشوفه. وليكن انا طبعا كنت نفذته حتى بسليب، بس خلينا ما نعرضوش لانه مش هيبقى مفيد قوي. انتوا فهمتوا طريقه السليب انا بعملها ليه. خلينا نقول هنا لما نيجي نعمل الترانزاكشن وانا عايز بس بفيتش الداتا دي من الاي دي الرو اي دي رقم 3، بقول له شيرد لوك او لوك فور ابديت وبجيبه، وبعد كده بنفذ البروسيس بتاعتي زي ما انا عايز بقى. الاوبريشن بتاعتي كلها هنا ابديت، ازود كولوم معين، انقص كولوم معين، ايا كان هعمل ايه. تمام، اي بروسيس تانية زي دي داخله هتيجي تفتش الداتا وهتيجي تعدله وهتيجي تعمل سيف، هتفضل تلوب معاك انها تفضل مستنيه ان الاوبشن الاوبريشن الاولى تخلص عشان هي تقدر تعدل، يا الا تدي لها تايم اوت. فده اللوكينج على مستوى الداتابيس، شيرد لوك، لوك فور ابديت.
وبكده احنا خلصنا فكرة المفهوم ما بين الأوتوميك لوك والبسمستيك لوكينج اللي على مستوى الداتابيس. أتمنى أن يبقى كان في إضافة النهاردة في الجزئية دي، وأن احنا نقدر نستفيد منها في تنفيذ بعض الأفكار اللي محتاجة فيها أن احنا محدش يقدر يعدل على ريكورد معين في الداتابيز إلا ما يخلص التعديل من البروسيس الأولى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.